أيها الأصدقاء، استعدوا لقصة ستجعلكم تفكرون مرات ومرات قبل أن تقرروا السكن في أي بناء قديم. اليوم سأروي لكم حكاية العمارة الملعونة، قصة حقيقية مروعة وقعت في حي شعبي بالقاهرة في ثمانينيات القرن الماضي. عمارة تبدو عادية من الخارج، لكن داخلها كانت تحدث أمور تجعل القلب يرتجف رعبا. هذه القصة ليست مجرد حكاية مخيفة، بل ستدفعكم للتساؤل: ما الذي قد يشارككم بيتكم دون أن ترونه؟ هيا بنا نبدأ. في حي المعادي القديم بالقاهرة كان هناك بناء قديم يعود إلى ستينيات القرن العشرين، يعرف بعمارة الورداني. كانت عمارة عادية مكونة من 5 طوابق يقطنها عائلات كغيرها من الأبنية، لكن بدءا من عام 1982 بدأ السكان يلاحظون أمورا غريبة. أولا، كانوا يسمعون أصوات خطوات على السلالم ليلا، كأن أحدهم يصعد ويهبط، لكن عندما ينظرون لا يجدون أحدا. ثم بدأ الأطفال في العمارة يروون أنهم يرون رجلا طويلا ينظر إليهم من النوافذ، لكن ملامح وجهه غير واضحة. إحدى السيدات، وتدعى أم محمد، كانت تقطن في الطابق الرابع، روت أنها كانت تسمع طرقا على باب شقتها ليلا، وعندما تفتح الباب تجد الممر خاليا. ذات مرة وجدت خدشا كبيرا على الباب، كأن مخالب حيوان تركت أثرها. انتشرت هذه القصص بين السكان، وبدأ الجميع يتحدث عن أصوات بكاء تصدر من الشقق الخالية، أو عن المصعد الذي يتحرك بمفرده ويتوقف في الطابق الأرضي دون أن يضغط أحد على أزراره. إحدى السيدات، وتدعى أم محمد، كانت تقطن في الطابق الرابع، روت أنها كانت تسمع طرقا على باب شقتها ليلا، وعندما تفتح الباب تجد الممر خاليا. ذات مرة وجدت خدشا كبيرا على الباب، كأن مخالب حيوان تركت أثرها. انتشرت هذه القصص بين السكان، وبدأ الجميع يتحدث عن أصوات بكاء تصدر من الشقق الخالية، أو عن المصعد الذي يتحرك بمفرده ويتوقف في الطابق الأرضي دون أن يضغط أحد على أزراره. في صيف عام 1983 انتقلت عائلة جديدة للسكن في شقة خالية بالطابق الثالث. كانت العائلة مكونة من أب وأم وطفلين صغيرين، أسماء وكريم. كانوا قد عادوا لتوهما من سفر، ولم يكونوا على دراية بسمعة العمارة السيئة، لكن سرعان ما بدأوا يشعرون بأن شيئا غير طبيعي يحدث. أسماء، الطفلة الصغيرة، كانت تقول إنها ترى امرأة غريبة تقف في غرفتها ليلا، عيناها سوداوان وشعرها الطويل يغطي وجهها. الأب، السيد أحمد، كان يضحك ويقول إنها مجرد أحلام أطفال. لكن بعد أسبوع وقعت حادثة جعلت الجميع يرتعدون. استيقظ كريم، الطفل الصغير، صراخا في الصباح، وقال إن أحدا جذب قدمه وهو نائم. وجدت الأم علامات زرقاء على ساقه، كأن يدا قوية أمسكت به. في تلك الليلة ذاتها سمع الأب صوتا كأن أحدا يجر شيئا ثقيلا في الشقة العلوية، لكن تلك الشقة كانت خالية. قرر الصعود مع جاره أبو حسين للتأكد، فوجد باب الشقة مفتوحا ورائحة دخان كريهة تملأ المكان دون أي أثر لنار. عادوا مهرولين، وقررت العائلة مغادرة الشقة فورا. بعد رحيل العائلة قرر سكان العمارة البحث عن سبب هذه الأحداث المرعبة. استدعوا شيخا من قرية مجاورة يدعى الشيخ محمود. دخل الشيخ العمارة وقرأ القرآن في كل طابق. عندما وصل إلى الطابق الأرضي قال إنه يشعر بطاقة ثقيلة تنبعث من تحت الأرض، تحديدا من الجراج. طلب منهم الحفر في مكان محدد، وعندما حفروا عثروا على صندوق خشبي قديم مدفون. فتحوه فوجدوا داخله عظاما بشرية وورقة مكتوب عليها كلمات غريبة كأنها طلاسم. أوضح الشيخ أن العمارة بنيت فوق مقبرة قديمة كانت أرضا زراعية في الماضي. الصندوق كان جزءا من طقس سحر أسود، ربما لربط روح ما بالمكان إلى الأبد. قيل إن صاحب الأرض الأصلي الذي بنى العمارة كان على خلاف مع عائلة أخرى، واستخدم هذا الطقس للانتقام. أخذ الشيخ الصندوق وأحرقه، وقرأ تعاويذ لإبطال اللعنة، لكن حتى بعد ذلك لم تتوقف الأحداث الغريبة تماما. بعد تلك الحادثة غادر نصف سكان العمارة ولم يعودوا. من بقوا قالوا إن الأمور هدأت قليلا، لكنها لم تنتهي.
المصعد استمر في العمل بمفرده، وأصوات الخطوات ظلت تسمع على السلالم. أم محمد، إحدى أول من رووا عن الأحداث، قالت إنها رأت المرأة الغريبة مرة أخرى، لكن هذه المرة كانت تنظر إليها من مرآة الحمام. هرعت إلى الشيخ فأخبرها أن الروح المحبوسة في العمارة لن ترتاح أبدا، لأن اللعنة أقوى من أن تكسر. في عام 1989 أغلقت العمارة رسميا ولم يعد أحد يسكنها، لكن أهل الحي يقولون إن من يمر بجانبها ليلا يسمع أصوات بكاء أو همسات صادرة من النوافذ. في عام 1990 حاول شاب شجاع دخول العمارة، لكنه هرب بعد أن رأى ظلالا تتحرك في الطابق الأخير دون أي إضاءة. إلى اليوم تقف العمارة مهجورة، نوافذها مكسورة، كأنها تراقب كل من يمر أمامها. هذه القصة جعلتني أفكر كثيرا، كيف يمكن لبناء يبدو عاديا من الخارج أن يحمل كل هذه الأهوال بداخله؟ هل تظنون أن هذه العمارة ملعونة حقا، أم أنها مجرد مصادفات؟ إذا مررتم يوما بجانب بناء مهجور مشابه، هل ستدخلون لاستكشافه أم ستمضون في طريقكم؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، وإن أعجبتكم القصة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة لمزيد من القصص المرعبة. كونوا حذرين، فليست كل بيوت كما تبدو.